السبب رقم 2، يبقى في طلب حقيقي على العقار، مش طلب مضاربة. بمعنى ناس محتاجة العقار فعلا، مش بس بتشتري علشان السعر يطلع وتبيع. يعني لو الناس اللي محتاجة العقار عشان تسكن فيه أو تشتغل فيه أكتر من الناس اللي بتضارب أو يشتروا عشان يحققوا مكاسب سريعة، فده الطلب الحقيقي، وبيبقى الأرضية اللي السعر مش هينزل تحت منها. المضارب بيمشي لما السوق مزاجه يتغير، أما الساكن مش هيمشي لأنه لسه محتاج عقار يسكن فيه وعقار يشتغل فيه. السؤال اللي بيحدد ده، لو كل المضاربين مشيوا بكرة، الطلب هينزل لحد فين قبل ما الناس اللي محتاجة العقار فعلا تمسكه؟ كل ما الإجابة دي تبقى أعلى، السوق يبقى أقوى. حسب تقرير دائرة الأراضي يوم 23 فبراير، في 1,380,000 عقد إيجار في 2025، 50% منهم تجديد و50% عقود جديدة، بزيادة 10% عن 2024. ده غير أكتر من 300,000 جولدن فيزا لحد 2023 بس، ودول مقيمين طويل الأمد، واللي جزء منهم بيتحول تدريجيا لمشترين.